السلام عليكم. اليوم جبت لكم قصة مؤثرة بزاف، قصة على الثقة والخيانة والندم. قصة ديال زوجين عاشوا مع بعضياتهم 15 عام، تقاسموا الفرح والحزن وبناو أسرة كانوا الناس كاملين كيحسدوهم عليها. ولكن ورا هاد الصورة الجميلة كاين سر خطير، سر بقى مخبي عام كامل وغادي يقلب حياتهم كاملة رأسا على عقب. خليكم معايا حتى الأخير باش تعرفوا التفاصيل الكاملة. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم، ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كانت سميرة امرأة محترمة معروفة بين الناس بالأخلاق ديالها، ومتزوجة مع يوسف من 15 عام وعندهم 3 ديال الوليدات. حياتهم كانت بسيطة ولكن مستقرة، ما كانوش أغنياء بزاف ولكن ما كان حتى شي حاجة ناقصاهم. كل صباح كانت سميرة كتفيق بكري، كتوجد الفطور وكتفيق الوليدات للمدرسة وكتسهر على كل كبيرة وصغيرة في الدار. أما يوسف فكان راجل خدام، كيخرج مع 7 ديال الصباح وكيرجع في العشية. طول سنوات الزواج عمر سميرة ما شكت فيه، كانت كتقول ديما الحمد لله راجلي راجل معقول ومحترم. وحتى يوسف كان كيبان قدام الناس راجل كيحب مراته وولادو. ولكن في اخر عام بدا كلشي كيتبدل. في الاول كان غير التاخير، يوسف والله كيرجع متاخر للدار، مره كيقول اجتماع، مره كيقول ضغط في الخدمه، مره كيقول شي زبون مهم. وسميرة كانت كتيقو، ولكن نهار على نهار التاخير ولا امر عادي. حتى الدراري بداو كيسولوا ماما بابا مازال ما جا، وكانت كتجاوبهم الخدمه يا وليداتي. ولكن حتى هي ما بقاتش مقتنعه بهذا الجواب. الحاجه الثانيه اللي تبدلات هي التليفون، ولا بحال شي سر كبير ما بقاش كيبعد عليه، حتى في الحمام كيدخلوا معاه، وإلا جا شي اتصال وهو وحدها كيخرج برا باش يهضر. وملي كتسولو شكون كان كيجاوب بعصبيه راه الخدمه، علاش كل مره كتسولي؟ سميرة كانت كتسكت، ولكن قلبها بدا كيحس ان شي حاجه ماشي طبيعيه. في واحد الليله كانوا جالسين كيتعشاو، سميرة كانت كتهضر على المدرسه ديال الولد الصغير، ولكن يوسف كان مركز غير مع التليفون. حتى جا اشعار ديال رساله، ضربات عينيه للشاشه وابتسم ابتسامه صغيره. ولكن سميرة شفتها وساعتها حست، وفي ديك الساعه حست بشي حاجه كتعصر قلبها، حيت شحال هادي ما شافتوش كيبتسم بهذه الطريقه معاها، معاها هي. دازت ايام اخرى، وفي واحد العشيه كانت سميرة كتوجد العشاء، سمعت يوسف في الجنينه كيضحك بصوت عالي. الضحكه من القلب شدها الفضول، قربت بشويه من الباب وسمعته كيقول والله حتى توحشتك بزاف. في ديك اللحظه حسات الارض كدور بها، رجعت بالزربه للكوزينه، ولكن الجمله بقات كترن في ودنيها: توحشتك بزاف. شكون هذه اللي توحشها؟ وعلاش عمرها ما سمعته كيقولها ليها هي؟ داك الليل ما نعساتش، بقات كتقلب في الاسباب. مره كتقول يمكن غير زميله في الخدمه، ومره كتقول يمكن شي قريبه ديالو، ولكن قلبها كان كيقول ليها الحقيقه. من بعد اسبوع جا يوسف وقال ليها خاصني نسافر يومين على قبل الخدمه. وجد الشنطه ديالو وخرج. سميرة ودعته، ولكن في الداخل ديالها كاين شك كبير. ايوا والغد اللي خرجت للسوق تشري شي حوايج خاصينها، وبالصدفه دازت من قدام واحد القهوه، وكان الصدمه الكبيره شافت يوسف جالس مع مرة شابه كيضحك معاها وكيشرب القهوه معاها، وكيبان ناشط بطريقه ما عمرها شافته بها من شهور. سميرة حست بحال شي سكين دخل في قلبها، بقات كتراقب من بعيد، ما قدرتش تقرب ولا تواجهه. رجعت للدار والدموع كتنزل من عينيها. ولكن واخا داك الشي كامل قالت خاصني الدليل، ما نبغيش نبني قراري على الشك. ومن تما بدات كتراقبو اكثر. بعد ايام قليله نسى يوسف التليفون ديالو في الصالون وهو دخل يدوش. سميرة بقات كتشوف في التليفون، قلبها كيدق، يديها كترتعش. وفي الاخير شدات وحلات الرساله. وهنا كانت الصدمه الحقيقيه: مئات الرسائل، بزاف ديال الصور، قلوب حمراء، كلام حب، مواعيد واسرار. العلاقه ما كانش جديده، كانت مستمره اكثر من عام كامل وهو كيكذب عليها. جلسات كتقرا الرسائل ودموعها كتنزل. كل رساله كانت بحال الطعنه، كل كلمة حب كان كتبها لديك المرة كانت كتشرحها أكتر، حتى وصلت للرسالة كتب فيها: انتي أحسن حاجة وقعت ليا في حياتي. هنا ما قدرتش تكمل، حيت نفس الجملة كان قالها ليها هي نهار تزوجوا. رجع يوسف من الحمام ولقى سميرة جالسة التليفون قدامها والرسائل محلولين. عرف أن كل شيء تسالى، قال بصوت خافت: سميرة خليني نشرح لك. رفعت عينيها ليه وقالت: شنو غادي تشرح؟ كيفاش خدعتيني؟ ولا كيفاش كتكذب عليا عام كامل؟
يوسف سكت، ما لقى ما يقول. بدا كيطلب السماحه، كيقول غلط، ما عرفتش كيفاش وصلت لهاد المرحله، والله حتى ندمان. ولكن سميره كانت مجروحه بزاف وقالت لي الخيانه ماشي غير انك حبيتي مرة اخرى، الخيانه هي انك كنتي كتشوفني كل نهار وكتكذب عليا. بدا يوسف كيبكي، اول مره في حياته تشوفه بهاد الحاله، ولكن الدموع ما كانتش كافيه لان الثقه ماتت. دازت اسابيع صعيبه، الوليدات بداو يحسوا بالمشكل، الضحك اختفى من الدار، العائله تدخلات وكل واحد كيحاول يصلح الوضع. اما يوسف فحاول يدير المستحيل، قطع العلاقه الثانيه، بدل الرقم ديالو ولا كيرجع بكري وبدا كيحاول يقرب من ولادو اكثر. ولكن سميرة كانت كل ما كتشوفه كتفكر الرسائل، كتفكر الكذوب، كتفكر في داك العام الكامل، وكان الجرح اكبر من انها تنساه بسهوله. في واحد الليله كانت جالسه في البالكون كتشوف في السماء وكتفكر في 15 عام ديال الزواج والذكريات والضحك والصور القديمه، وفي الحلم اللي كان عندها بالاسره السعيده. ومن بعد ساعات ديال التفكير خدات القرار. الصباح جلست مع يوسف وقالت ليه بهدوء: يوسف، انا سامحتك باش نرتاح انا، ولكن ما نقدرش نعيش مع انسان ما بقاتش عندي فيه الثقه. يوسف حنا راسو وعرف ان النهايه وصلات، لان بعض الاخطاء كيتخلص ثمنها غالي بزاف. وقع الطلاق بهدوء، كل واحد شد طريقه. سميره بدات حياتها جديده، ركزت على ولادها وخدمات على راسها ورجعت اقوى من قبل. اما يوسف فبقى عايش في الندم، كل مره كيشوف صوره قديمه ديال العائله ديالو كيحس بالحسره. وفهم متأخر أن الإنسان يقدر يعوض المال ويقدر يعوض الخدمة ويقدر يعوض بزاف ديال الحوايج، ولكن صعيب بزاف يعوض إنسانة وفية ضحت عليه 15 عام من عمرها. والعبرة من هذه القصة الثقة بحال الزاج، منين كيتهرس صعيب يرجع كيف كان، والخيانة لحظة واحدة ولكن الندم ديالها كيقدر يبقى سنين طويلة.